مش هقطع الكميه كلها عشان اوريكم بس ايه اقطعه ازاي والمقاس والتفريز. اهو قطعناه ولا هنغسلوه ولا هنحطوه في ميه يا جماعه، ده ما بيتحطش في ميه عشان ده فيه ماده نشويه. نجيب السلق بعروقه كده اهو ونحطه في الخلاط، لان ده اللي هينزل لنا الماده الخضراء اللي هنحتاجها للقلقاس. عايز يا جماعه يرمي العروق والورق بيتحط في الخلاط. وادي الكزبره يا جماعه، انتوا بتغسلوا خضره ما تخليهاش مربوطه عشان جوه الرباط ده ما بيبقاش فيه حاجات كويسه، لازم الحزمه تتفك وتتنقع في ميه بخل كده، احنا ضمننا الحاجه نضيفه. الشوربه بتغلي لازم الشوربه نحط عليها نص ليمونه عشان طبعا القلقاس ما ينزلش المخاط بتاعه. دي ليمونه صغيره كده حطيت حبه كده. تغلي غلوه نسقط عليها. انا طبعا مفرزه القلقاس ولا غسلته ولا اي حاجه، قطعته وكيسته. بيتحط بقى من الفريزر على الميه السخنه او على الشوربه السخنه. مع الشوربه غلى غلوتين طبعا عشان الليمون، الميه زي الفل اهي ما فيهاش اي حاجه مزحلقه وكده. القلقاسيه كتبت فيها الماده النشويه اللي بتنزلها. بعد كده هنجيب الخضره السلق والكزبره تضربيهم في الخلاط وما تصفيش. هتصفي هنا، بعد ما تصفي هنا هتنزلي الميه الخضراء كده يا جماعه. هنعمل تقليه للقلقاس. حطي شويه ثوم مع حته زبده وحبه زيت. وادي التفل اللي طلع من السلق والكزبره بعد ما صفيناه، هو ده بقى التقليه اللي بيتعمل فيها القلقاس. وهو لسه في السوا بحط له التقليه اللي انا عملتها، التومه مع الكزبره مع شويه السلق اللي رماه في الخلاط طلعنا منه، خدنا منه الميه، والتفل اللي طلع عملناه في توميه طبعا زي ما انا وريتكم. بصوا يا جماعه استوت اهي زي الزبده بالظبط بالظبط، تلت ساعه. مش مستحمله ان احط ايدي عليها اصلا. ودي اخف مقاس لان كان فيه تكه كمان اللي هي السلق بيتحمر وينشف ويدق ويترمى عليها، بس انا لقيت ان كده خفيف كده اطعم واخف. يبقى الف هنا والشفا حبايبي، يا رب اكل محسن يعجبكم.